للمستفيدين من منح التيسير تغييرات ستلحق عملية الأداء المالي. طريقة الأداء المالي للمستفيدين من منح التيسير سوف تتغير. نبهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال بلاغ صحفي توصلت أخبارنا بنسخة منه الأسرة المستفيدة من برنامج تيسير أنها شرعت في عملية رقمنة عمليات التحويلات المالية المشروطة لفائدة الأسر المذكورة، ولهذا الغرض تم أمس الخميس 10 دجنبر توقيع مذكرة تفاهم لهذا الغرض بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وبنك المغرب، والمجموعات ذات النفع الاقتصادي للأداء النقال بالمغرب جي بي دوزيم. ماذا يعني هذا؟ العملية تدخل في تحسين تطوير عمليات أداء المساعدات الحكومية والتشجيع على استعمال الأداء بواسطة الهاتف النقال. إذن تشجيع على الأداء بواسطة الهاتف النقال، وستشمل في مرحلة أولى 4 مواقع نموذجية: فاس ومكناس وبن قرير وأزلال، ليتم تعميمها فيما بعد على كافة جهات المملكة. إذن الأداء سوف يكون بواسطة الهاتف النقال. كيف؟ الأسر المستفيدة من هذه المنح المدرسية والتي ستتوصل بها في حساباتها المفتوحة لدى مؤسسات الائتمان أو المؤسسات البنكية، سيكون بإمكانها استعمال المبالغ المحولة لحسابها الرقمي رقميا لشراء السلع والخدمات لدى تجار القرب باعتماد آلية الأداء عبر الهاتف النقال أو سحبها عند الضرورة من شبابيك هذه المؤسسات. فهل ستحد الصيغة الجديدة من مشاكل الاكسداد التي تشهدها الوكالات البريدية كلما حل موسم أداء تيسير؟ هذا ما نتمناه جميعا، ونتمنى أن يعرف أو أن تعرف الأسر الطريقة الصحيحة لسحب هذه الأموال، وأن لا تجد صعوبة في الوصول إلى هذه المساعدات التي تقدم للتلاميذ أو الأسر المعوزة في المغرب. وبالنسبة للدعم أو الدعم بصفة عامة، فهناك عدة أنواع من الدعم تحدثنا عليها فيما سبق في قناتنا على اليوتيوب بروفورنات. لا تنسوا الدخول لقناتنا والاشتراك وتفعيل الجرس لكي تكونوا أول من يتوصل بجديدنا، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.